العربيه بتاعت كده كده ايه، بس ده بيجري لسه معدي من جنبي، مش عارف الحق ولا لا. اهي لسه من شويه وانا رايح اصلي صلاه الجمعه شفت صاحب صفحه ايجيبت كده كده. انا هقول من ايجيبت كده كده، بس الاول هقول شويه حاجات يعني عن ايجيبت كده كده. اولا اصلا انا يعني من اول ما شفت اول فيديو ليه بتاع جابر بيه مؤمن بيه، كميه السعاده وكميه الفرحه اللي انا حسيتها وكميه الحب اللي انا حبيته له، وانا ما اعرفش هو مين بس انا حبيته جدا. بس من قريب كنت بشوف له دايما فيديوهات في اماكن بحس ان انا رحتها قبل كده، يعني الاماكن دي انا شفتها قبل كده بس فين مش عارف احدد لان مفيش علامه مميزه قوي فمش عارف احدد. فلسه امبارح شفت فيديو معدي من الشارع جنب البيت عندنا، انا بعدي منه كل يوم، الشارع ده انا بعدي منه كل يوم يوميا، فرايح جاي وراح من اماكن كتير انا بروحها من عندنا في المنطقه. فالموضوع صراحه يعني ايه، لا انا عايز اعرفه هو مين، يعني انا في دماغي لا فعلا عايز اعرفه هو مين. بس فكره ان انا عايز اعرفه من باب ان انا حبيته قوي. النهارده يعني حطيت الموضوع في دماغي، يعني انا اعلمه العربيه بتاعته، عارف لون العربيه ونوعها وكده يعني. فبس وانا نازل اصلي دخل من نفس الشارع اللي صور منه فيديو امبارح نفس العربيه، فجريت وبصيت عليه وعرفت هو مين، بس حد انا ما اعرفوش شخصيا يعني. بس مين بقى هو كده كده، مين بقى الناس عايز تعرف هو مين. وهو انا اتعلمت منه حاجه، فكره ايه، ان الانسان يعمل الخير، يعمل الخير ويعمل الحاجه الحلوه نيته تبقى لربنا، مش نيته مثلا للشهره او الناس تقول ان هو بيعمل او كده، فربنا يفتح عليه. بص كميه القبول وكميه الحب، حتى صوته، الطريقه اللي بيتكلم بيها، الحب اللي الناس حبته له، فاهم الفتح اللي هيحصل له في حياته. ليه؟ لان هو نيته اول ربنا، هو لو عاوز شهره كان مثلا ظهر نفسه. ففكره الحاجه اتعلمتها منه ان انا يعني دايما لو احنا نيتنا لربنا في اي حاجه احنا بنعملها والنيه خالصه لربنا وصافيه لربنا، ربنا هيوفقنا وهيكرمنا وهنلاقي فتح وهنلاقي الدنيا كلها تتسخر لينا. انما لو نيتنا لنفسنا او نيتنا للدنيا او نيتنا لاي طمع او اي حب ظهور او حب شهره او الكلام ده كله، فهتبقى نيه مش لربنا، فبالنسبه كبيره ممكن ما تتمش يعني. مين بقى هو كده كده؟ انا شفته، بس هو شكله حد محترم وكويس وشكله وسطي وشه سمح كده، وحتى لو انا شفته انا مش هقول هو مين. مش فكره انك لان هو بيعمل حاجه بينه وبين ربنا مش عاوز حد يعني يعرفها، فعشان الموضوع يكمل للاخر والخير يكمل للاخر، والفكره نفسها ان احنا كلنا نسعى للخير مش نسعى للشخص، يعني فكره السعي للخير مش ما بقتش شخص، هي سعي للخير وانكار الذات، بس ان تسعى لربنا بس. فصباح الفل.